بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. خدمة ميراث النبوة. أعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة وثلاث نقاط وخاتمة. تنصرف المقدمة إلى إبراز أهمية السنة في التشريع. لا شك أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، والقرآن الكريم كتاب هداية وتشريع، كما في قوله تعالى في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم في جميع مجالات الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء الأمر بشأنه كما في سورة النساء الآية 58: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نفهم من جملة هذه النصوص أن الوحي كتابا والسنة كلاهما يهدي للتي هي أقوم، فلا يمكن للإنسان أن يدرك وجه المصلحة بعقله رغم عظمة هذه النعمة، نعمة العقل. لا يمكن أن يدرك وجوه المصلحة في جميع المجالات على وجه الإطلاق. لذلك نحتاج إلى نقل، نحتاج إلى وحي، والوحي من عند الله. القرآن كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، إلى غير ذلك من قيود التعريف. أما السنة النبوية فهي الوحي الثاني، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلاهما ميراث النبوة، القرآن والسنة. القرآن تكفل الله بحفظه، ومن خلال حفظ القرآن يحفظ السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة في عمومها يصدق عليها هذا الوصف، هي أيضا محفوظة بحفظ الله. واقتضت حكمة الله أن يقيض من الأمة رجالا ونساء يخدمون السنة النبوية عبر العصور إلى أن تقوم الساعة. فإذا بينا معنى القرآن بشكل موجز بذكر بعض القيود المتعلقة بالتعريف، يأتي الحديث عن السنة النبوية. فالسنة لها تعاريف عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين. فالسنة عند الأصوليين هي ما صدر أو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التشريع، على سبيل التشريع من غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة قولية أو فعلية أو تقريرية. أما تعريف السنة عند الفقهاء، السنة ما يقابل الفرض، كقولنا مثلا صيام رمضان فرض،
وصيام أيام شوال 6 أيام من شوال سنة كقولنا صلاة المغرب فرض، ورتيبة المغرب سنة، صلاة العصر فرض، وتحية المسجد سنة. إذن الفقهاء يعرفون السنة بهذا المنهج: السنة ما يقابل القرآن أو ما يقابل البدعة، كأن نقول هذا الأمر السنة وهذا بدعة، هذا يوافق السنة وهذا بدعة أي مخالف للسنة. إذن هذا بشكل مختصر تعريف السنة عند الفقهاء. أما تعريف السنة عند المحدثين فهي كالآتي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن على سبيل التشريع من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية. لذلك تعريف المحدثين هو أوسع التعريف للسنة النبوية. هذا كله ميراث للنبي عليه الصلاة والسلام، ربنا تكفل بحفظه ونحن مأمورون بخدمته. من هنا جاء هذا العنوان: خدمة ميراث النبوة. بعد هذه المقدمة أقول في ختمة المقدمة أن السنة في هذا الزمان نحن في أمس الحاجة إليها، لأن النوازل التي يفرزها واقع الحياة، إن على المستوى الاقتصادي، على مستوى المال وإدارة الأعمال، أو على المستوى البيولوجي أو الطبي بشكل عام، جميع المجالات في الحقيقة أفرزت العديد من المسائل الجديدة أو العديد من النوازل التي تحتاج إلى نظر، وهذا النظر لابد أن يكون في ضوء ميراث النبوة، في ضوء الكتاب والسنة، مع استخدام الأدوات الأصولية والقواعد الفقهية من أجل ضبط المسائل وتحرير المسائل من خلال تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، من خلال إعمال القواعد المختلفة الأصولية، من خلال تطبيق القواعد الفقهية المختلفة، من خلال تطبيق الضوابط الفقهية، وكذلك في إطار النظريات الفقهية العامة. انتهت المقدمة. الآن أبدأ بالنقطة الأولى. النقطة الأولى أبرز فيها أنواع الأحكام، أحكام السنة بالنسبة للقرآن، فكلاهما وحي، ولكن إذا نظرنا إلى أنواع السنة النبوية بالنسبة للقرآن نجد 3 أنواع. النوع الأول يسمى بالأحكام المطابقة أو الأحكام الموافقة، أي الأحكام الموافقة للقرآن الكريم. أذكر على سبيل المثال: ربنا حرم الربا، ربنا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، الآية 275 من سورة البقرة. تأتي السنة النبوية فتبين بأن الربا حرام. إذن السنة وافقت مقتضى القرآن، أي الحكم الشرعي الوارد في القرآن جاءت السنة النبوية مطابقة له، للحكم الوارد في القرآن الكريم. ربنا أمرنا بطاعة الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فتأتي السنة بأحكام تبين
لزوم طاعة الوالدين وعدم جواز عقوق الوالدين. إذن كل ذلك نعرفه. فإذا كانت البيوع المختلفة مباحة في القرآن لقوله تعالى البيع وأحل الله البيع، جاء بأل التي تفيد الاستغراق والشمول، جميع البيوع، المقايضة جائزة، المرابحة جائزة، المضاربة جائزة، الشركات القديمة شركة الأموال أو شركات الأبدان كما تسمى في الفقه القديم، أو الشركات المعاصرة يقول لك سارل أورل، هذه كلها مستحدثات. شركة المساهمة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التضامن، كل هذه الشركات أو المنتجات الحديثة جائزة مشروعة، لأنها تدخل في إطار قوله تعالى وأحل الله البيع، كل أنواع البيوع، إلا إذا شاب البيع أو معاملة من المعاملات الربا، جهالة، غرر، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، نهى عن الاحتكار في المجال التجاري لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. من هنا نفهم بأن الاحتكار لا يجوز. هو لم يرد في القرآن، ربنا عز وجل ذكر أحكاما عامة كقوله مثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن صور أكل المال بالباطل الاحتكار. وتأتي السنة لضبط هذه المسألة في الحديث الصحيح الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. إذن النوع الأول من أحكام السنة هي الموافقة للقرآن ما ذكرت. النوع الثاني ما يسمى بالأحكام المبينة، فالسنة تبين القرآن الكريم بعدة طرق. من هذه الطرق تفصيل المجمل. مثلا ربنا قال في القرآن أقيموا الصلاة وفقط، ولكن القرآن لم يبين أنواع الصلوات بالتفصيل بأسمائها، ولم يبين كيفية الأداء وعدد الركعات. هذه التفاصيل لم ترد في القرآن الكريم، فجاءت مجملة، وتأتي السنة لتفصل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن السنة هي التي بينت مجمل القرآن. وما ذكرناه عن الصلاة نذكره عن الزكاة أيضا. ربنا قال وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في سورة البقرة الآية 110، وقال في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولكن هل بينت هل بين القرآن أوعية الزكاة؟ لا. هل بين القرآن أنصبة الزكاة؟ لا. القرآن قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فتأتي السنة النبوية لتبين مجمل القرآن. فالزكاة جميع التفاصيل، زكاة الماشية،
زكاة الماشية، زكاة الأنعام، زكاة الحبوب، زكاة عروض التجارة، زكاة الذهب، زكاة الفضة. كل ذلك لم يرد في القرآن، ولكن ورد في السنة المبينة لمجمل القرآن. فنقرأ مثلا عند أصحاب السنن وفي مسند الإمام أحمد وعند الإمام مالك في موطئه أحاديث تذكر بأن نصاب الذهب مثلا هو 20 دينارا، وما يعادل في عصرنا 85 غراما، 85 غراما. أو بالنسبة للفضة 200 درهم، هكذا ورد في الحديث 200 درهم، ما يعادل عندنا الآن 595 غراما في الفضة. هذا هو نصاب الزكاة في الفضة وغيرها من المسائل. إذن مسائل كثيرة وردت في القرآن الكريم على وجه الإجمال، ثم جاءت السنة النبوية لتبين التفاصيل. إذن قلنا النوع الأول في البيان هو تفصيل المجمل، وهناك نوع ثاني يتعلق بتقييد المطلق، تقييد المطلق. فهناك من الأحكام الواردة في القرآن بوجه مطلق على وجه الإطلاق، ثم جاءت السنة فقيدت ذلك الإطلاق. أذكر على سبيل المثال الآية 12 من سورة النساء، حيث يقول ربنا عز وجل: من بعد وصية توصون بها أو دين. فالوصية تستمع، الوصية وردت في القرآن مطلقا بجميع الصيغ التي وردت فيها في القرآن الكريم، وردت مطلقة بلا تقييد. ولكن تأتي السنة النبوية فتقيد مطلق القرآن. على سبيل المثال حديث سعد بن أبي وقاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. من أين علمنا هذا المقدار؟ أين علمنا هذا المقدار؟ علمناه من السنة، فالقرآن لم يذكر هذا الحد، لم يذكر هذا القيد، الثلث والثلث كثير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم. انتهى. ثم تأتي أحاديث أخرى لمزيد بيان، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فهمنا الآن النوع الثاني يسمى بتقييد المطلق. وهناك نوع آخر يتمثل في تخصيص العام. مثلا آيات المواريث، أحكام المواريث وردت عامة، ولكن الأنبياء لا ورثة لهم، ما يورثوش. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. تركات الأنبياء تؤول إلى الناس جميعا على وجه الصدقة، فلا تنتقل إلى ورثتهم بأنفسهم. هذا من التخصيص للعام، هذا من التخصيص للعام. إذن بينا هذا النوع الثاني. قلنا النوع الأول هو الأحكام المطابقة، أحكام في السنة تطابق أحكاما في القرآن. النوع الثاني أحكام مبينة، أحكام مبينة، إما بتفصيل المجمل كما بينا، أو بتقييد المطلق، أو بتخصيص العام. ثم يأتي النوع الثالث الأحكام الجديدة. هناك أحكام جديدة في السنة النبوية لم ترد في القرآن الكريم. لو سألك سائل
ما حكم ارتداء أو يعني الرجل مثلا للحرير، تقول لا يجوز. ما هو دليلك؟ من السنة. الذهب، يدير الذهب لا يجوز، الدليل من السنة. وإلا لو كان ما كانش هذا التقييد نجيب الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق. طيبات الرزق يعني ربنا عز وجل ما حرم. هذا هو الأصل، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ولكن تأتي السنة بهذا الحكم الجديد، ورد في السنة ولم يرد في القرآن الكريم. ولو عدنا إلى مسائل أخرى نجدها في علم الفرائض مثلا، نجد مسائل جديدة وردت في السنة ولم ترد في القرآن الكريم إطلاقا، كميراث بنت الابن مثلا، ترث السدس تكملة للثلثين مثلا عند وجود الفرع الوارث المؤنث. وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب، ما يسمى في علم الفرائض بالعصبة مع الغير، العصوبة مع الغير، حينما تكون هناك فرع وارث مؤنث بنت أو بنت ابن، ويكون معها أخت شقيقة أو أخت من جهة الأب، فالأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا باعتبارها عاصبة مع الغير، فترتقي إلى مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا. وكذلك الأمر بالنسبة للأخت من جهة الأب مع وجود الفرع الوارث المؤنث. هناك مسائل أخرى مبثوثة في أبواب السنة النبوية أو في كتب السنة النبوية المختلفة. إذن الآن فهمنا النقطة الأولى، وهي نقطة مهمة جدا. أبرزنا علاقة أحكام السنة بالقرآن الكريم. فالسنة هي الشق الثاني للوحي الطاهر، والقرآن الكريم هو الشق الأول للوحي الطاهر. ثم نأتي النقطة الثانية نبرز من خلالها مراحل تدوين السنة. القرآن كما قال ربنا: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. القرآن تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا منجما على مدار 23 سنة في عهدين: العهد المكي ومدته 13 سنة، والعهد المدني مدته 10 سنوات، المجموع 23 سنة. القرآن نزل منجما، نزل مفرقا على مدار هذه المدة لحكمة أرادها الله. من هذه الحكم وجه من وجوه الحكم تيسير حفظ القرآن. لم يتنزل جملة واحدة، شوية شوية، آيات آيات، فيسهل حفظها، يسهل حفظها. وذلك ما حصل. لذلك نحن في تعريف القرآن كما قلنا: القرآن وصل إلينا عن طريق التواتر، والتواتر أي التتابع، والتواتر يفيد القطع اليقيني. القرآن وصلنا أن نتلوه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وخدام القرآن عبر العصور مع مختلف اختصاصاتهم: علم القراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وكل علوم القرآن، العلوم الخادمة للقرآن الكريم. ثم السنة النبوية أيضا مرت عبر مراحل في تدوينها. المرحلة الأولى تسمى مرحلة الحفظ في الصدور، امتدت إلى نهاية القرن الأول الهجري. هذه المرحلة مرحلة الحفظ في الصدور، محفوظة في الصدور. شكون اللي يحفظها؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة رضي الله عنهم. فقط أؤكد على أمر مهم: النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابة
من كتابة الأحاديث النبوية. اتفقنا؟ طبعا ذكرت بعض الأسباب منها لكي لا تختلط مع القرآن، المهم حكمة أرادها الله ورسوله، ولكنه آذن، هذه ملاحظة مهمة، آذن لبعض الصحابة بكتابة بعض الأحاديث، منهم جابر، منهم أبو موسى الأشعري، منهم علي بن أبي طالب، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب ما يسمى بالصحيفة الصادقة، هكذا كانت تسمى الصحيفة الصادقة. إذن هذا توثيق جزئي، تدوين جزئي بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لبعض الأحاديث. ولكن القاعدة العامة الأحاديث كانت تحفظ في الصدور. أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه. عدد الأحاديث التي رواها، أنتظر الجواب إن وجد. 5000 كملوا، 5000 جبتوها، 5300 كمل، زيدوا غير شوية، كاين فوق 5300 شوية برك، 5374 حديثا بعد التحقيق. إذن عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة 5374. من يأتي في المرتبة الثانية؟ لا، ليست عائشة، لا. ابن عباس، لا. عبد الله ابن عمر، اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، نعم صحيح. ولكن كم عدد الأحاديث؟ 2630. 2630. المرتبة الثالثة لمن؟ أيضا السؤال مطروح، لذلك برمجت هذه المحاضرة. أكيد هي محاضرة علمية تحتاج إلى حضور وتحتاج إلى التركيز والتدقيق، لأننا في حاجة ماسة لفهم وخدمة ميراث النبوة. المرتبة الثالثة للصحابي أنس بن مالك، صاحب المرتبة الثالثة. عدد الأحاديث التي رواها 2286 حديثا. المرتبة الرابعة لعائشة رضي الله عنها، عدد الأحاديث التي روتها 2210 حديثا. المرتبة الخامسة لعبد الله بن مسعود، لعبد الله بن عباس، ابن عباس يحتل المرتبة الخامسة، عدد الأحاديث 1660. بعد ذلك يأتي الصحابة، رقم 7 أبو سعيد الخدري إلى غاية، يعني هؤلاء مرتبون. أكتفي بذكر الخمسة الأوائل. لماذا ذكرتهم قصدا؟ أولا لمعرفة هذا الميراث الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لإبراز حرص الصحابة على حفظ السنة في الصدور قبل السطور، في الصدور قبل السطور. ثالثا لنعرف قدر هؤلاء الصحابة الذين هم خدام ميراث النبوة ابتداء، هم خدام السنة
في البداية، ثم يأتي آخرون كما سيأتي البيان. إذن هذه المرحلة، مرحلة الحفظ في الصدور، تمتد من عهد النبوة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غاية نهاية القرن الأول الهجري. ثم جاءت مرحلة التدوين الرسمي باللغة المعاصرة، التدوين الرسمي في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس العادل، هو الذي أمر ابن شهاب بن حزم، هو الذي أمره بجمع السنة النبوية رسميا. هناك تفاصيل تاريخية مهمة متعلقة بالصناعة الحديثية أتجاوزها، أكتفي بذكر هذه المحطة المهمة التي بدأ فيها التدوين الرسمي في أواخر القرن الأول الهجري في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة مهمة جدا، حيث خدمت السنة بشكل منهجي أدق وأعمق. يعني حينما تحدث عن الإمام البخاري ومن خلال الجوامع، لأن هناك مناهج في التأليف، مناهج في التصنيف الحديثي، هناك ما يتعلق بما يسمى بالجوامع، مثل الجامع الصحيح للبخاري، مثل، وطبعا البخاري عنده كتب أخرى أيضا، كاين صحيح البخاري معروف، وعنده كتاب آخر اسمه الأدب المفرد. الأدب المفرد يعني هو الكتاب الثاني الذي جمع فيه البخاري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للصحيح. هناك الجامع الصحيح للبخاري، هناك الأدب المفرد للبخاري، الجامع الصحيح للإمام مسلم. هناك أيضا طريقة المسانيد مثل مسند الإمام أحمد. هناك طريقة المستدركات، هذه مهمة أيضا، هي طريقة منهجية، طريقة المستدركات، مثل المستدرك للإمام الحاكم. هناك طريقة السنن، نذكر سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن مثلا ابن ماجه، كل سنن النسائي، هذه السنن. وهناك الموطئات، وأبرز هذه الموطئات موطأ الإمام مالك، وهو أول كتاب ظهر، هو أول كتاب ظهر. من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب المقدمة لابن خلدون، الجزء الثالث، الصفحة 940 حينما ذكر هذه المسألة تدوين السنة النبوية، أشار إلى الموطأ، أشار أولا إلى المناهج المعتمدة في التدوين، ثم قال ابن خلدون أفضل تلك المناهج منهج الحجازيين، منهج أهل الحجاز. ثم يقول ابن خلدون في الصفحة المذكورة 940، قال وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. طبعا ابن خلدون مؤدب، قال بعد السلف، وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف عالم المدينة الإمام مالك، يعني هو سيدهم، سيد هذه الطريقة الحجازية بعد السلف رضي الله عن الجميع. أقول ابن خلدون وهو يؤرخ لتدوين السنة ذكر تلك المسائل، كما أشار إلى نقاط أخرى متعلقة بالسنة النبوية الشريفة. هنا نبدأ واحدة المعركة كبيرة جدا، معركة الوضع في الحديث، يعني الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتمدون على قوة لغتهم
وضعف إيمانهم. الإيمان ضعيف والعربية قوي، يقول لك كلام يشبه كلام النبوة والناس تصدق. وهذا طبعا هذه الحركة، حركة الوضع في الحديث، حركة خطيرة جدا، استفزت همم العلماء لخدمة ميراث النبوة كثيرا. لماذا؟ لأنه اختلطت الأحاديث الصحيحة مع الأحاديث الموضوعة مع الأحاديث الضعيفة مع الأحاديث التي لا أصل لها على وجه الإطلاق. لذلك من المسائل التي نذكرها في هذه النقطة بالذات، حينما ظهرت هذه الحركة بعض الناس الغيورين اللي عندهم غيرة على السنة النبوية على ميراث النبوة نادوا. شكون نادوا عبد الله بن المبارك، وهو من كبار العلماء ومن المحدثين. قالوا له: يا إمام، هذا نداء استغاثة، يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة، رغم أن الناس يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جرم الوضع في الحديث، جرم يعني اعتبره جريمة، منع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها الحديث المتواتر الذي رواه 102 من الصحابة، 102 من الصحابة اللي رواه الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بهذه الصيغة رواه 102 من الصحابة، لذلك يعد هذا الحديث متواترا بلغ أقصى درجة الصحة. أعود إلى ذلك النداء: يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة، فكان جوابه: تعيش لها الجهابذة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه كلمة خالدة نطق بها عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تعلمون ما من العلوم التي ظهرت ما يسمى بعلم الدراية وعلم الرواية عند أهل الصناعة الحديثية، يطرحون موضوع السند، الأسانيد. يقول لك: ما هي أصح الأسانيد عند أصحاب هذه المهنة إن شئتم، أو هذا العمل، المجال، هذه الصناعة. يقول لك: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. هناك سند آخر يعد سلسلة ذهبية: مالك عن الزهري عن أنس بن مالك. هكذا يقول العلماء. هذا الكلام كلام أصحاب الصناعة. لذلك هناك عمل، وعمل مضني كبير. لا شك أننا الآن في هذا الزمان الذي نعيش فيه، في زمن التكنولوجيا، ماذا فعلت التكنولوجيا؟ جمعت ما تركه الأولون. الآن فلاش ديسك دير هكا، كاين مواقع علمية متخصصة تيسر لك الحصول على الأحاديث وعلى الأسانيد ومرتبة الأحاديث بكل سهولة. لماذا؟ بسبب التكنولوجيا. يمكن أن نعتبر هذه المرحلة هي مرحلة جديدة نعيشها نحن اليوم، لأنه حينما نقرأ للخطيب البغدادي
وهو يحدثنا عن الرحلة في طلب الحديث. ليس بالأمر الهين يجي واحد يروح مثلا من المدينة إلى العراق باش يجيب حديث واحد، وطبعا ما كان لا قطار ولا حافلة ولا طائرة ولا شيء. يعني مما احتوته هذه الكتب أمر في غاية العجب، باش نقولوا بلي عندهم غيرة لا تضاهى لا توصف على خدمة ميراث النبوة. اقرأوا للخطيب البغدادي والحكايات والقصص التي يذكرها هو وغيره عن الرحلة في طلب الحديث النبوي الشريف. أما الآن كل شيء ميسور سهل، ولكن بقدر ما سهلت التكنولوجيا هذه العلوم، مع الأسف في واقع الحياة نجد فقرا شديدا في هذه العلوم في هذا الزمان مع الأسف. إذن أقول في ذلك الوقت حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث، قال ابن المبارك عبد الله قال: تعيش لها الجهابذة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويأتي الإمام الشافعي يقول كلاما داعما لهذا المعنى، يقول: من أسند فقد حمل، من أسند فقد حمل. إذن تلك هي المرحلة الثالثة، مرحلة التدوين بهذا الشكل المنهجي، إما في شكل جوامع أو في شكل مسانيد أو في شكل سنن أو في شكل مستدركات أو في شكل موطئات. اتفقنا؟ الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي النقطة الأخيرة: خدمة هذا الميراث من خلال العلوم، علوم الحديث التي تهتم بها الصناعة الحديثية. من هذه العلوم علم الرجال، وعلم الرجال تنقطع فيه الأنفاس. علم الرجال علم تنقطع فيه الأنفاس. أنتقي بعض المعاني في هذا الباب. أبدأ بالحديث عن كتاب الكمال في أسماء الرجال. هذا مصدر من المصادر المهمة في علم الرجال. مؤلفه الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. كون هذا الكتاب، هذا المؤلف، مصدرا مهما جدا، برزت أكثر من 20 مصنفات. هذه المصنفات إما تستدرك على هذا الكتاب أو تقوم بتنقيحه أو تقوم بتهذيبه. أذكر على سبيل المثال كتاب تهذيب التهذيب للحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي هو صاحب كتاب سير أعلام النبلاء، وهذا الكتاب الثاني أيضا له علاقة بهذا الفن، بهذا العلم، علم الرجال. إذن
ألف كتابا بعنوان تهذيب التهذيب، كما ألف كتابا في علم له صلة بعلم الرجال، وهو علم خطير اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل من خلال كتابه ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال في مجال علم الجرح والتعديل. ثم يأتي حافظ آخر وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني، صاحب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بالمناسبة هذا الكتاب جامع لأحاديث الأحكام، لأحاديث الأحكام، ولكن ألف كتابا بالعنوان الذي ذكره الإمام الذهبي اسمه تهذيب التهذيب. لذلك لو قلت لأحد الناس كتاب تهذيب التهذيب يقول لك لمن؟ لأن الجملة غير كاملة. هذا العنوان ألف فيه حافظان، الحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر العسقلاني، بالعنوان نفسه تهذيب التهذيب. وهناك أيضا كتاب آخر للحافظ ابن حجر العسقلاني يسمى بتقريب التهذيب. تقريب التهذيب هذه من الأسفار، من الكتب المهمة جدا في هذا المجال. حينما أقول هذا الكلام ليس فقط الرجال هم الذين دخلوا هذا الميدان، لا، هناك من النساء أيضا. نسمع عن الحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي والحافظ ابن حجر. الحافظة زينب بنت الكمال هذه مختصة في الصناعة الحديثية، مختصة في الحديث، وهي شيخة في الحديث، يعني تعلم ميراث النبوة للرجال والنساء على السواء. ومن تلاميذ الحافظة زينب بنت الكمال الإمام تاج الدين السبكي، صاحب أعظم كتاب في علم الأصول، وهو كتاب جمع الجوامع. لمات تاج الدين السبكي؟ مات في سنة 771. من الشيوخ الذين درسوه الحديث النبوي امرأة اسمها زينب، هي حافظة زينب بنت الكمال، اللي عاشت 94 سنة، سخرت حياتها لخدمة ميراث النبوة. إذن هذا الموضوع موضوع ثري وموضوع متشعب جدا. الآن آتي إلى النقطة الأخيرة وهي الخاتمة. أقول ما دورنا نحن اليوم؟ نحن اليوم ما دورنا؟ قبل أن أبين دورنا لابد أن ننبه إلى بعض المسائل من باب التشخيص، تشخيص الواقع. واقعنا يتميز بالعزوف شبه الكامل عن العلم المتين. واقعنا يتميز بالعزوف شبه الكامل عن العلم المتين. هناك أسباب أدت إلى ظهور هذه الظاهرة. من هذه الأسباب مع الأسف هذيك الغيرة، هذيك الثيسمين قصد قبيليث، هذيك الثيسمين، الغيرة هذيك التي يملكها الأولون ضعفت جدا مع الأسف. وكذلك
عامل آخر اللي هو التكنولوجيا. التكنولوجيا سهلت يسرت الأمور. يقول لك علاش أنا درك نروح نقرأ الكتب، نقرأ سير أعلام النبلاء عنده 16 مجلد، 16 المجلد باش نقراهم لازم لي 17 سنة باش نكملهم. نروح نقرأ كتاب لابن عبد البر القرطبي، ابن عبد البر القرطبي المالكي، الاستذكار أو التمهيد، لازم لي 14 سنة باش نقرأ كتاب النوادر كذا وكذا، باش نقرأ كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي ياخذ وقت بزاف، باش نقرأ كتاب التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي. الحقيقة الكتاب الأصلي هو كتاب نتاع مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ابن الصلاح كتب كتاب في علوم الحديث، عرف اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، ولكن الذي وضع متنا مع الإضافات المختلفة هو الحافظ العراقي، الحافظ العراقي رحم الله الجميع. هذه من الكتب ذات الصلة بميراث النبوة تماما في مجال خدمة السنة النبوية الشريفة. إذن التكنولوجيا عامل كبير من العوامل التي كانت وراء ظاهرة عزوف الناس عن العلم المتين، وهناك عوامل أخرى لا داعي لذكرها فكلكم يعرفها أو يعرف بعضا منها. المهم لا نختلف جميعا حول هذه الظاهرة، لا نختلف على وجه الإطلاق. فالظاهرة أصبحت محزنة جدا، أصبحت وفي المقابل لم نجد فقط عزوفا، لا، وجدنا حركات تشويهية تزرع الشبهات والشكوك حول هذه الكتب التي ذكرنا بعضا منها. تقريبا لم ينجو كتاب واحد من تلك الشبهات. اذكر أي كتاب شئت، إذا ذكرت البخاري لم ينجو من تلك الشبهات، ولا صحيح مسلم، ولا موطأ الإمام مالك، ولا أصحاب السنن، ولا أصحاب المسانيد، مع الأسف. وهذه الشبهات والشكوك تسير وتنتشر مثل النار في الهشيم مرة أخرى بسبب التكنولوجيا. التكنولوجيا تسهل نقل هذه الشبهات، مما جعل العديد من الناس بلا علم ولا فقه ولا أدب يتطاولون على قمم العلم وجبال العلم. دورنا في الأخير يذكر بعضنا بعضا كما قال ربنا في آية القرآن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يذكر بعضنا بعضا بضرورة انتشار هممنا خدمة لميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.